احنا بسوق الجمعة وقاعد نشوف شيء يعني ملفت للنظر. ما في اي بسطات، اللهم يعني كم بسطة. يبدو ان هناك يعني مشكلة من قبل رواد البسطات حسب ما يعني ذكروا لي. في معضلة كبيرة من الجهات الرسمية، تداخل الجهات الرسمية وعدم التنظيم والتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية بالقوى العاملة، وتطبيق قانون التجاري على البسطات. يعني احنا ما نحصل المميزات اللي تحصلها المحلات التجارية من امتيازات عمالة وامتيازات بنكية وامتيازات. هذا السوق عام، يعني في جميع دول العالم موجود هذا السوق وله يعني قوانين مرنة. هذا اللي يأثر عليه، ياخذ الاخطار البلاغ وهذا ما يسجله عندك، ياخذ العامل 3 ساعات حتى يخلص الجولة وبعدين يسجل له اخطار، والبسطة تصير فاضية وما في كاميرات ولا في رقابة أمنية ولا في يعني أمن على البيبان وكذا. هذا قصور. احنا اليوم قاعد ننقل لكم الحدث ايضا من موقع سوق الجمعة. شايفين هذا المفترض اليوم فل، بس شايفين واضح ان هناك كلام كبير في اضراب، وخسائرهم قالوا ممكن تصل الى 35,000، اكثر من 200 بسطة مضربين. البسطات هني ما يعادل تقريبا كم 100 بسطة ابو سالم؟ 60 بسطة. هذا 60 بسطة سوق الزل. هذا شيء بسطة رباعية فاضية مثل هذا. المفروض اليوم يكون فل حسب ما ذكروا الشباب هني. معاي اخوي ابو سالم والخالدي ابو عبد العزيز. يا جماعة شايفين الوضع؟ خلاص ما راح اتكلم واقول لكم واختم بدون تعليق. شوف